يا عم اهدى، كنت بكلمك وانا جنب المطبخ، العيال يسمعوني ولا حاجة؟ ايه طمنا، اخبار مشروع ايه؟ تمام. طب انا ارباحي كده كام؟ 300,000؟ ده لوز مية مية. لا لا لا، تجيب لي ايه؟ ما تجيبليش حاجة. خليهم جنب اخواتهم. هو فاضل كتير على المليون كده؟ يا ابو يوسف. اه. ايه؟ لا، ما انت عارف الظروف ضيقة على الكل وانا ما معيش. هشوف كده، هحاول اتصرف لك كده. اشوف لك اي حد كده من صحابنا، لو موجود مش هيتأخر. مع السلامة، سلام. ايه يا ابو يوسف في ايه؟ لا اله الا الله. مفيش، ده واحد صاحبي كان قصدني في قرشين سلف. بس انا ما معيش. والظروف ده على الكل، بقى هنعمل ايه؟ يلا الحمد لله خير يابا، في ايه؟ كنت عايزه فلوس عشان اجيب رز عشان اعمل اكل عشان العيال جعانين وعايزين ياكلوا. ايه فلوس؟ ما انت عارف يا سلام، انا ما معيش فلوس، هجيب منين طيب؟ طب مش لازم رز، خليها مكرونه، اعمل لهم مكرونه. ما هو ما فيش مكرونه برضو. لا اله الا الله، مفيش مكرونه. طب بقول لك ايه، ما تشوف حد من جيران كده، استلف منهم كوبايه رز كده، سلف وهو هنرد. او بقول لك ايه، ارسل امك كده وشوف لنا شويه رز عندها، هنبقى مسلم ندردح يعني. يا ابو يوسف هو كل حاجه امك امك. انا جبت من امي كتير وأنا بنكسف منها والله ما ينفعش كده. ايه يعني يا ست؟ اهلك ويشيلونا، ما فيهاش اي حاجه يعني. ما فيهاش حاجه خالص يعني، انا شايف ما فيهاش حاجه. بعدين انت فصلتيني اصلا، شايفاني مخنوق عشان صاحبي ومتضايق. تيجي تقول انا عايزه فلوس؟ ده وقته يا شيخه. تنكدت عليا، انا هقوم اصلا اسيبها لك. حول ولا قوه الا بالله. هروح اجيب رز من امي. ايه يا معلم؟ لا زي ما انت شفت كده، بص كل يوم على الكافيتيريا اشرب اللي انا عايزه ايه، واقوم اسيبهم وامشي. اه ابو على طول، يوسف سلام. كويس ان انت جيت يا ابو يوسف الحجني. ايه في ايه، الواد سلام؟ جسمه مولع ويلا عشان نكشف عليه بسرعه. تعبان؟ طب روح روح، اكشف يلا. عليه، متأخريش بس على. ما يلا يا ابو يوسف انت مش جاي معايا ولا ايه؟ ايه يا سهام، وانا جاي وقعت على رجليا وتعباني، بقول لك ايه، عدى على حماد اخوكي، خديه معاكي كده يروح معاكي. طب هات فلوس معايا. ايه فلوس؟ ما انا معيش فلوس يا سهام، بقول لك حماد اخوك هيكون معاكي يعني، وهيخليك يعني تدفع فلوس من معاكي. تقلقيش، هو هيحاسب. روحي عشان ما تاخريش، وبطمني على الولد. كده يا ابو يوسف. ماشي يا ابو يوسف. ما تنسيش طمني على الولد. لا اله الا الله. قلبي وجعني عليك يا ابني، ربنا يطمنا عليك يا رب. وبعدين بتقول لي فلوس؟ فلوس ايه اللي انت عايزاه؟ ما انت هتكوني مع حماد اخوك يعني. ايه يعني ما يحاسب على الولد؟ ابن اخته. ما جراش حاجه في الدنيا يعني، كل حاجه فلوس فلوس. ارحميني يا شيخ. سام. سام. نعم. فين يا بنت كوبايه الشاي؟ ما عملتش شاي لان مش فيه سكر. ما فيش سكر؟ انت خلصتوا الكيس اللي انا جايبه من شهر. اه يا ابو يوسف خلص. طب كنت اتصرفت يعني، شوف اي حد من الجيران كده، هاتي منه كوبايه سكر صغيره سلف ولا حاجه، ولا كنت وصلت امك جبت منها كيس. يا ابو يوسف هو كل حاجه امك، زيت من امك، سكر من امك، رز من امك، مكرونه من امك. يا ابو يوسف انا ما عدتش عارفه وشي اوري وشي لامي ازاي اصلا. طب بقول لك ايه، انزل الواد بتاع السوبر ماركت اللي تحت، قولوا هات نص كيلو سكر. مفيش انصاص يا ابو يوسف هجيب منه كيس. جيب منه كيس؟ لا لا لا، كيس كتير، قولوا له بس افتح الكيس كده وهات منه نص كيلو. روح. هو في كده يا ابو يوسف؟ يا ابو يوسف إيه؟ هو في نص كيلو سكر يا ابو يوسف؟ ايوه، انزلي بس للولا، قول له عمك ابو يوسف بقول لك افتح كيس كده وزن لي منه نص كيلو، ونص تاني ممكن ناخده بعدين يعني. طيب ماشي. طب اخويا حماده جاي دلوقتي. ايه جاي دلوقتي؟ اه. اظن دلوقتي مش وقت غدا، ومفيش غدا ومفيش اكل والحال ضيق. هو هو مش هيتغدى يا ابو يوسف، هو جاي يجيب لك التحاليل بتاعته. التحاليل؟ ومين اللي قال له انا عايز تحاليل، ولا كنت عايز اكشف اصلا؟ يعني ده جزاته يا ابو يوسف ان هو بيحبك وخدك يحللك ويطمن عليك. يا ست انا ما كنتش عايز احلل، بقول لك ايه، انا مش هدفع له حاجه، ومش هحاسب على تحاليل ولا حاسب على حاجه. ماشي يا ابو يوسف هو كده كده مش هياخد منك فلوس. ايه ده الظاهر جه أهو. شكله هو خلاص هو بقول لك ايه، لمي الدور كده ومفيش غدا، بقول لك ايه، ما تجيبيش السكر دلوقتي لما يمشي. ماشي حاضر. ماشي. مين؟ افتح سماعة اقعد ساعة خبط. تعالى ايه يا يابا اخويا. عاملة ايه؟ الحمد لله. عاملة ايه يا ابو نصر؟ تعمل لي كده؟ ماشي يا عم، مش جاي اتغدى ما تخافش، مش جاي اتغدى. انت ايه يابا عاملة ايه مالك؟ الحمد لله يا حماده. الله الوكيل اختك زهقت وتعبت من العيشه دي يا حماده. جوز اختك بخيل، لا بيدينا فلوس نصرف والعيال جعانين مش لاقي اكلهم وانا مش انت عارفه اعمل ايه والله يا معلش اخويا. معلش اعتبري مريض هو كده. ادعي له ربنا يشفيه، يا وان رب. شاء الله باذن الله لحد ده ما يحصل اي حاجه انت عايزاها في اي وقت يابا اخوك يصدقك. ربنا يخليك لي اللي انت عايزاه قبل ما امشي هديهولك. خلاص اعملي بس كوبايه شاي. شاي. معلش ما تبصيش في الارض، عايزه من غير سكر اعمليه ساده. ماشي. روح يابا اعملي كوبايه شاي حلوه كده، نشرب الشاي ساده من غير سكر.
انت كده مبسوط. ماشي يا عم. ايه يا عم عامل ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك؟ لو بوزك ليه؟ ده انت ده انا عارف ان ده مش وقت غدا ومش هتغد. وبعدين انت سمعني انا بقول لها اعملي الشاي من غير سكر. حبيبي حبيبك انا كده صح؟ حبيبي يا حماد. الله يبارك لك يا اخويا. بعدين يا حماده انا ما كنتش عايز اكشف وما كنتش عايز تحاليل يا حماده، بقول لك انا معيش فلوس ومش هدفع حاجه. فلوس التحاليل؟ لا يا عم فلوس التحاليل دي يا عمي بص هديه مني لجوز اختي، انت على راسي. حبيبي انا لقيتك تعبان قلت اعمل لك التحاليل عشان اطمن. حبيبي ويا ريتني كنت اطمنت. لا يا حماده في ايه؟ بص يا ابو يوسف انا عايز اقول لك كلمتين كده بيني وبينك. انت تعبان، التحاليل دي ما تطمنش وريتها للدكتور. انت بتجي لك زغلله كتير وبيجي لك صداع واوقات كتيره بتلاقي نفسك دايخ. لا يا عم انا كويس ما فيش حاجه يا حماده. للاسف يا ابو يوسف انت مش كويس، انت تعبان. الدكتور بيقول ان انت عندك مرض. تعبان؟ والمرض للاسف والحاله متاخره. لا يا عم انا كويس يا عم حماده. ايه الدكتور ده تلاقيه مش عارف حاجه يا حماده، التحاليل غلط، عملت غلط فيها غلط. لا الدكتور اكد لي وريتها لواحد واثنين وثلاثه. انت تعبان، انت تقريبا كده يا ابو يوسف. انا لولا ان انا عارف ان انت مؤمن وموحد بالله والله ما كنت هقول لك. لا اله الا بس انت الله. تقريبا كده ايامك على الدنيا معدوده. ايه الكلام انت بتقوله ده يا حماده؟ انا كويس وزي البوم ما فيش اي حاجه يا حماده. في ايه يا حماده؟ لا 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 اكيد في حاجه غلط، في حاجه غلط. انت بتقول لي انت بتضحك على ايه؟ اسمعني بس يا اخويا عشان ده مش وقت هزار. انا كلمت الدكتور قال لي هو مؤخرا ما كانش في حل لكن دلوقتي الطب اتجدد في عمليه بس هتكلفك 200,000 جنيه. ايه 200,000 جنيه؟ طبعا كتير. 200,000 جنيه كتير يا حماده، انا هجيب منين؟ انا معيش، انت عارف الحاله وعارف الدنيا يا حماده. لا ما احنا مش هناخد منك حاجه، احنا هنعمل لك حمله تبرع. اللي عنده عائله هيبيعه، اللي عنده بوتاجاز هيبيعه، اللي عنده غساله هيبيعها. هنعمل لك حمله تبرع لابو يوسف، هنلم لك مبلغ ما تقلقش. بقول لك ايه بقول لك ايه ايه يا حماده؟ هو المشروع الاخير اللي انت دخلته ده ايه ظروفه؟ ايه عرفت كل حاجه. العزبه بابا بتبلش في بوجها فول. المشروع اللي انت واخد منه ارباح 300,000 جنيه. انت بالصلاه على النبي ده انت جربت تقفل المليون اهو. تاخد ارباح 300,000 جنيه وتسرح مراتك تقف على كل باب تجيب من هنا كيس سكر ومن هنا كيس رز. تدفع 200,000 جنيه وانت تعبان عشان ربنا يشفيك حب الدنيا، لكن مراتك تبعتها السوبر ماركت تقول لها هاتي كيس سكر واقسميه بالنص. طب تدفع 500-600 جنيه دواء، لكن تجيب لابنك علبة جبنة ولا تجيب بتاع ازاي مضلعة. كلنا ندفع فلوس ساعة المرض عشان بنحب الدنيا، كله مش عايز يموت. لكن على عيالنا سبحان الله. طب ما تصرف الجنيه وانت بصحتك، اديك هتصرفه وانت مريض كده تمام. حرمت نفسك من الدنيا، طول عمرك مجوع نفسك ومعري عيالك ومجوع بيتك. خدت ايه؟ اديك هتصرفهم عند الدكتور. هتدفع 200,000 جنيه عشان تعيش ولا امشي؟ لا 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 حماده خلاص. طب شوف الدكتور يا حماده لو عايز 200 هدفع له 250. انا عايز اعيش. 250,000 جنيه؟ انت مش عايز دكتور أموت. ماركه، عايز دكتور نظيف يعني تدفع ال 50,000 جنيه زياده عشان تعيش. وعيالك ماشيين عريانين. تدفع 250,000 جنيه وتدي الدكتور 50,000 كمان عشان خاطر حب الدنيا، لكن مراتك تقف على كل باب تجيب من هنا رز ومن هنا مكرونه. اسمعني يا اخوانا عايز اقول لك حاجه، الصحه نعمه طبعا. تفتكر ان انت دلوقتي التحاليل دي لو طلعت كدابه وانت مش تعبان هتعمل ايه؟ اعيش يا حماده اعيش. هتبقى كويس ان شاء الله. هتبقى تمام ان شاء الله. هتصرف على بيتك مش هتستخسر. انت مش تعبان يا ابو يوسف. ودي حركه انا كنت عاملها. اللي انت بتقوله ده يا حماده. انت مش تعبان، انت الحمد لله انت صحتك زي البوم. بس انا عايز اقول لك حاجه عشان بس تبقى انت عارف. الصحه يا ابن الناس طالما ربنا مديك الصحه واقف على رجلك ما تبخلش على بيتك. ما تروحش تدفع للدكتور 250,000 جنيه عشان تعمل عمليه مش عايز تموت. بتحب الدنيا. تحب الدنيا ليه؟ زي ما انت بتحب الدنيا متمسك بيها عيالك ليهم حق. ما تجوعهمش يا عم الحاج، ما تعرهمش. مش كل ما ابنك يتعب خدي الواد لخاله يكشف عليه. مش كل ما تقول لك عايزين سكر تقول لها روحي لامك. اختي وشها نشف، اختي بقت نص بني ادم، اختي ما بقالهاش عين تخش البيت. بقت بتشوف اختي جايه تقول لا اله الا الله قاعدين يكفيكوا شر الجايين. عيب قوي لما يبقى وراها راجل ولو احتاجت رغيف تطلع تشحته من بره. ربنا مديك الصحه، انت خدت على نفسك عهد وتعهدتني انك هتتغير يا ابن الناس. ال 250,000 جنيه اللي كنت هتدفعهم عمليه ابوس ايدك اصرفهم على عيالك، ما تجوعش بيتك يا راجل. حرام عليك. خد اقول لك انت الكلام معاك بيوجع كبدي يا عم. اقعد سابها لك وماشي الواحد جرف. رايح فين؟ ايه يابا همشي. بقول لك ايه؟ الحمد لله جوزك ربنا شفاه. عملت لك في حته الدين مقلب. قلت له انت عيان ومحتاج عمليه. قال لي ادفع بدل ال 200 250. هو يدفع للدكتور عشان يعيش لكن عياله يجوع عادي. هو يدفع يجيب دواء عشان يعيش. حب الدنيا عايز اعيش. طب ما انت قلت عايش عيالك معاك
يدفع 250,000 جنيه في عمليه لكن ما يجيبش رغيف عيش لعياله، مقضيها كده ماشي على الله. انا حاسس بيك وعارف اللي انت فيه. ما ينفعش تبقى مسؤوله من زوجي وكل شويه تروحي لامك تقولي عايزه، حرام. هو راجل برضه مسؤول منه بيت وعيال يا بنت الناس. هو خد درس النهارده عمره ما هينساه. عيش وقعدي جنبه كده وخليكي جنبه لحد ما ربنا يهديه ويشفيه. قولي له عشان انا مش هكلمه تاني، قولي له حماده اخويا بقول لك انت كنت هتدفع 250,000 جنيه للدكتور عشان تعيش، تصرفهم على عيالك عشان يعيشوا. يلا يا أما. اسمع يا ابن الناس، انا عايز اقول لك كلمتين اتنين بس. حب الحياه ابن حلال ملوش حل. تروح للدكتور تدفع 100,000 جنيه عمليه لكن تصرف على بيتك لا. تدفع لك 500 جنيه في علاج عشان تعيش، عايزه طيب، لكن تجيب لابلك بنطلون يلبسه لا. اسمع يا ابن الناس، جوع عيالك يابا براحتك، مشي عيالك عريانين براحتك، ابعت مراتك تستلف زيت وسكر وشاي من الجيران براحتك، كوش يا اسطى، حطهم جنب بعض، اعملهم لوكشه واحده عشان لما تروح المستشفى تدفعهم مره واحده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.